مرحبا. أهلا. كيفك؟ الحمد لله. شو الأخبار؟ تمام نشكر الله. بتعرفينا بحضرتك؟ مروة. أهلا وسهلا فيكي يا مروة. مروة شو بتعملي بالحياة؟ أنا مدرسة لغة إنجليزية. مم. قد صار لك بتدرسي؟ من زمان أكثر من 7 8 سنين. متزوجة حضرتك؟ إيه. بلشتي إنه مهنة التدريس قبل ما تتزوجي؟ لا والله بعد. بعد. مم. حسيتي إنه بعد الزواج إنه يعني الزواج أتاح لك فرصة إنه أنت تكملي مثلا دراستك أو تمارسي؟ طبعا. إيه طبعا. ليش البعض في كتير بنات بيتخوفوا من فكرة الزواج إنه مثلا ما يقدروا يكملوا دراسة، أو حتى في بنات بيقولوا إنه خلص ما ممكن البنت تكمل دراسة أو تكمل شغل أو تقدر يعني توازن بين شغلها وبيتها. ممكن حسب الظروف المرأة المتزوجة، يعني ممكن يكون ما عندها ظروف إنه تسمح لها تدريس وتوفق بين بيتها وزوجها وهيك، في ناس بتقدر. مم. أي. تمام. حضرتك من وين؟ نحن من القلمون من جيرود. أهلا وسهلا فيكي يا رب. أكيد أنت عم تسمعي هلا عن نقاشات والجدل اللي عم يصير بالمهر والنقد، شو رأيك بهذا الموضوع؟ والله أنا يعني ما بسمح انه، يعني ما بحب انه الناس تطلب مهر عالي وهيك، بس كمان يعني انه شفتي انت ظروف المعيشيه غاليه كمان، يعني اجباري بيكون حل وسط يعني. أنت مع إنه البنت مثلا إنه تطلب يعني أضمن لحياتها مستقبل؟ هو طبعا اضمن لمستقبل البنت واضمن لحقوقها. طيب شو العادات والتقاليد عندكم بشيروت؟ بالنسبه للذهب المهر شو بتحبي؟ بشكل عام هلا هو بيكون مثلا على الشاب لما على البنت لما شو؟ لا نحن عنا كل شيء على الشاب، على العريس. اي، من خطبه، من مهر، من ذهب، من ملبوس بدن. انت برايك هلا بعد التحرير، هل برايك انه صار في انه نسب زواج مرتفعه؟ قبل كانوا يقولوا انه نسب الزواج قلانه بسبب انه الشباب مسافره، الظروف صعبه شوي، كان في جيش. هلا شو رايك؟ لاحظت في شيء فرق؟ والله لاحظت فرق، ايه صار اكثر فرص الزواج اتيحت للبنات، يعني كون الشباب مثل ما تفضلتي حضرتك كانوا مسافرين ومو مبينين وهيك، هلا احسن الوضع. تمام. طيب نحن هلا كسوريين شو مطالبنا برايك؟ الشيء الاساسي اللي لازم يكون متوفر عندنا؟ والله نحن كسوريين هلا اول شيء تنخفض الاسعار، الكهرباء يعدلوا قرار الكهرباء، وهي اللي نحن طالبينه، والحمد لله على التحرير كثير لقينا فرق، الحمد لله نشكر الله. شكرا كثير لحضرتك، يعطيك العافيه.